من اللي كان ممنوع يسمعوا فيه في أصغيرة وفي التراكن إلى الفن الأكثر شعبية واستماعا في تونس، ومن اللي كان فن منبوذ في البلاد ولا الفن رقم واحد ووصل تونس العالمية. عرفتوا على شنو باش نحكيو اليوم؟ أي نعم، باش نحكيو اليوم على الراب في تونس. فن الراب عنده مكانة خاصة عند الشباب، والنجم نقوله هو الفن رقم واحد في تونس، بعد ما ولا أكثر حاجة مطلوبة في المهرجانات والحفلات في الأعوام الأخرى. أما قبل كل شيء خلينا نرجعوا خطوة بالتوالي باش تعرفوا منين جاه الفن وشنية حكايته. في البداية لازم نذكروا إنه الراب هو فن من فنون الهيب هوب، وكلمة راب هي اختصار لجملة rhythm and poetry وتعني الإيقاع والشعر، وهذا بالضبط اللي يعملوه الرابرات، يردوا كلمات بقافية معينة مع التلاعب بعض الألفاظ. زي ما الريف للعاصمة خلي ورايا دعاوي الميمة من عيلة فقيرة وبو زوالي. بداية الراب كانت في السبعينات، وأكيد كلكم تعرفوا مكان نشأته. أي نعم، الأحياء الفقيرة والمهمشة في الولايات المتحدة الأمريكية. قعد فن عشوائي وما غير قواعد إلى أن تطور في التسعينات وتحول الفن قائم الذات، وظهرت جروبات وأغاني نجحت فنيا وتجاريا. وفي أواخر التسعينات وبداية الألفية الثانية بدأ الراب ينتشر حول العالم، وفي العرب تونس كانت سباقة وخلطوا عليها من بعد بقية بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط عموما. من التسعينات وحتى 2011 تعرض هذا الفن لجميع أشكال المنع والقمع في تونس، على خاطر كان له دور فعال في تعريض الوجه الحقيقي للوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد. برشا أسامي كيما فريد الاكسترانخيرو، زد الحكم يجينا دزهيني ذل فينا فقر والهم والمشاكل حوض فيا حوض ديما ياكل، ودي جي كوستا اللي غنى برشا اغاني مناهضه للفساد، في اشاره ليلى بن علي واصهار الرئيس. اللي عجبهم يتفكي واللي متاعهم بالغوره قصر ولا ياط هامر ولا موتور، ما على بالهمش بالشباب كان يولي توكسيكو، خاطر موتنا وحياتنا عندهم هيكسيكو. ومحمد الجندوبي المعروف باسم بسيكوام واللي غنى مانيبيولاسيون وجو بوليتيك، انتقد فيهم النظام اللي حارب الدين ويضيق على الملتزمين وقتها. الجنرال اللي اكتسب شهره عالميه بغنيه رئيس البلاد واللي تثبت في اعتقاله ايام قبل الثوره فقط. رئيس البلاد شعبك بلاد برشا عباد مثل بلاك لاد، هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد، مآسي باردو وناس ما قادش فين تبات، هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريح. بلاد شعبك بلاد. وهيك علاش كانت السنه الاولى للثوره سنه الراب بامتياز، والنجم نقولوا كانت تخمه فنيه في الراب، وولات وسائل الاعلام تعطي مساحه اكبر لاستضافه فنانين الراب الصاعدين، وصل عدد مغنيين الراب بالمئات وتجاوزت الاصدارات الغنائيه الالاف، على خاطر كان عنده دور فعال في تعرية الوجه الحقيقي للسياسات وقتها. وظهرت برشا وجوه شبابيه ساهموا ولو بجزء بسيط في تحرر الشارع التونسي رغم المضايقات والملاحقات الامنيه اللي تعرضوا لها، واليوم يتصدروا مغنيين الراب التوانسه صداره رغم محدوديه الامكانيات الماديه لهالمغنيين اللي معظمهم يكونوا من الاحياء الشعبيه والمهمشه، يغنيوا على الحرقه والفقر والمخدرات والظروف الصعيبه اللي يمروا بها الشباب. اسامي معروفه عربيا وحتى عالميا كيف بلطي وكازو جنجون نوردو سمارة سنفراء وغيرهم برشا. أغانيهم تعمل ملايين المشاهدات وعندهم حفلات في تونس وخارج تونس. الموجة هذه من الأغاني عملت ثورة على الموروث الموسيقي الكلاسيكي وصارت منافس جدي للأنماط التقليدية المعروفة في الغناء، ولا رقم متأكد اليوم اللي الأغاني الأكثر استماعاً على اليوتيوب وديما تلقاها في التندونس هي أغاني راب، إلى حد إنه فنانين الراب صاروا يتعاونوا أحياناً مع الفنانين الوتريين في أعمال ثنائية مشتركة ولا بلغة الراب فيتورينج. لكن الراب كيف ما فما ناس تحبه فما برشا ينتقدوه ويعيبوا على فنانين الراب استعمال الكلمات البذيئة واللغة السوقية في أغانيهم، وكيف ما فما راب مازال محافظ على رسالته في إيصال صوت الشباب والمهمشين فما الراب التجاري اللي ضيع البوصلة. وبطبيعة كان عجبتك الحلقة ما تنساش باش تعمل جامعة الفيديو وتبارتاجيه مع أصحابك وتكتب لنا في كومنتير شنية أحسن غنية راب تحبها، وما تنساش زادا باش تتبعنا على اليوتيوب فيسبوك انستغرام وتيك توك. سلام.